مشاهدينا الكرام من جديد، اذا مبروك للزعيم السداوي، مبروك هذا التاهل لنهائي اغلى البطولات، بطوله كاس سمو الامير. السد شكل ناويها ثنائيه، ولكن اليوم بغداد قاعد يودع من بدري. بغداد انا للامانه من الناس اللي استمتعت طوال فتره وجوده هنا معانا بالعمل بجانبه كعمل اعلامي، دائما يحضر معانا، دائما يتكلم معانا. بغداد مبروك الفوز، مبروك هذا التاهل، دموعك غاليه علينا، انت ابننا واخونا قبل ان ما تكون لاعب لنادي السد. أول شيء الحمد لله على التأهل اليوم. كنت حاب نادي الفوز، كنت حاب آخر موسم لي حاب نكمله بلقب، خاصة كأس الأمير من أغلى الكؤوس بالنسبة لي. جماهير اليوم والله وقفت معنا، يعطيهم ألف عافية. احنا اليوم كان عندنا امل ان اخر شانس اليوم باش نحقق لقب كاس الامير. الحمد لله اعطينا كل شيء في المقابله، دافعنا كمجموعه واحده. الشباب الكل ما قصروا من برشا، من اخر لاعب اللي كان في الدكه ودخل ساعدنا، نشكرهم الكل اللاعبين على هذه المجهودات، على هذه الروح اللي رجعت من جديد. الحمد لله ان شاء الله هاي مباراه ما حبيتها تكون اخر مباراه بالنسبه لي. كنت حاب نكون في نهائي كاس الامير. اول موسم لي لعبت نهائي كاس الامير، وهي اخر موسم لي راح نلعب نهائي كاس الامير. هذا شرف لي وشرف لعائلتي، وانا فخور بالمسيره اللي عملتها مع النادي ومع مع اللاعيبه الكل اللي ساندوني في الظروف الصعبه، في الظروف اللي مريت بها باوقات صعبه. الحمد لله جماهيرنا دائما تساندنا، الحب متبادل بيني وبين الجماهير، علاقة خاصة. الحمد لله فرحناهم، إن شاء الله كأس الأمير ونفرح مع بعض إن شاء الله. اخر موسم كرة قدم، ولكن بغداد بنجاح ابن هذه البلد، وهذه بلدك الثانية بعد الجزائر، يعني هذه قطر صارت بلدك، سنوات انت عايش فيها وعشت ما بين اهلها وما بين ناسها. أكيد أنا أولادي زايدين هنا في الدوحة، مولودين هنا في الدوحة. جيت وأنا عمري صغير، ولا مرة حسيت روحي غريب في البلد من الشعب القطري، من مسؤولين النادي، من رئيس النادي. ولا مرة حسيت روحي غريب. والدوحة نفس ما قلت لك، أول ما جيت عشت تطور كروي، تطور المنشآت الكل. الحمد لله نتمنى كل توفيق لقطر ولحكومة قطر. شكرا.